عارف إن في أدوات ممكن تعمل شغل الشهر كله في 10 دقايق بس؟ أيوه، مش محتاج تكون خبير عشان تستخدمها. في الحلقة دي هتعرفك على أدوات AI اللي هتغير طريقة شغلك في التسويق 180 درجة، لو بتدور على أسرع وأسهل الطرق عشان توصل لعملائك وكمان توفر وقتك. الحلقة دي معمولة ليك. زمان كنا بنقعد بالساعات نكتب أفكار، نخطط بوستات، نراجع إعلانات. النهاردة ال AI بيعمل كل ده في ثواني بنتايج أفضل. مثلا عايز تطلع فكرة حملة إعلانية، الأدوات ديت بتفكر معاك. محتاج تعرف عملائك عايزين إيه، هتحلل بياناتك أسرع منك. دلوقتي هعرفك على بعض الأدوات اللي لازم تجربها في شغلك، بس خد بالك الأدوات ديت تعتبر نقطة في وسط بحر في أدوات ال AI. فأنت دور هتلاقي أدوات أكتر، لأن ال AI كل يوم بيطلع أدوات جديدة، برامج جديدة هتساعدك أكتر في شغلك. فما تعتمدش دول بس، لو دورت أكتر هتلاقي أدوات أكتر. هديك نبذة بسيطة عن بعض الأدوات. أول حاجة طبعا المعروف عند كل شات جي بي تي. لو بتكتب محتوى كابشن أو حتى سيناريوهات إعلانات، شات جي بي تي بيكتب بسرعة وبدقة. مثلا يعني اكتب بوست عن عرض خاص للجمعة البيضاء، هتلاقي النتائج قدامك في أقل من دقيقة. تاني أداة زي كانفا AI. كانفا مش بس تصميمات، بتكتب لك أفكار كمان وبتعمل لك فيديوهات بسيطة من الصور. جرب ميزة النص للصور، تكست تو ايمج، وهتشوف إبداع مش طبيعي. تالت أداة إتزوما، ده أداة قوية لو بتدير إعلانات، بتقولك إيه اللي محتاج تعديل في حملاتك عشان تزود التفاعل والمبيعات. أنا حبيت أذكر لك أدوات بسيطة جدًا من أدوات الذكاء الصناعي اللي بتقدر تعمل وتساعدك في شغلك في التسويق. وطبعًا يعني الأهم بعد كل دوّة إنك تحدد أداة واحدة حسب احتياجات شغلك. جرّب النسخة المجانية وشوف هتفرق معاك قد إيه. مع الوقت استخدام أكتر من الأداة هتطوّر شغلك. في النهاية أنت مش لازم تكون خبير عشان تبدأ تستخدم أدوات ال AI. الأدوات دي معمولة عشان أي حد يقدر يشتغل أسرع وأذكى. جرّب بنفسك وشوف الفرق. ولو الحلقة عجبتك متنساش تعمل لايك، سبسكرايب وتشاركها مع ممكن حد يستفيد منها.